سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم راح نشارك معكم وصفة سهلة بزاف وراح تحبوها، واللي هي خبز سوري مصنوع في المنزل، وحاجة خفيفة وسهلة وما ياخذش منكم الوقت. تابعوني باش تكتشفوا معايا المقادير. هنا عندي 2 كيسان فرينة، كاس مدافي وخميرة خبز، ملعقة صغيرة خميرة خبز، ملح وسكر و2 ملاعق كبار زيت. هنايا بديت حطيت الفرينة اللي هي 2 كيسان فرينة وخميرة تاع الخبز والملح والسكر، نحركهم مليح ومن بعد نضيف 2 ملاعق كبار زيت ونخلط، نبسس شوية بيديا باش يدخلوا المكونات، ومن بعد نبدا نضيف الماء دافي. بعد ما عجنتها هاي ليك النتيجة اللي تحصلت عليها والعجين، نخلوها ترتاح مدة 30 دقيقة. بعد ما ارتاحت لنا مدة 30 دقيقة راح نشكلها حربوش ونقطعها. دوكا نتيا تتحكمي في الشكل، انا درتهم شوية كبار ونديرهم دوائر كيما راكي تلاحظي. الصينية تاعي نكون فرشتها بالفرينة باش ما يلصقوش، ونغطيهم بالورق الشفاف ولا طرشونة باش ما تيبسناش. بعد نجيبو العجينة تاعي ونبدا نحل فيها بالحلال كما راكي تلاحظي، تكون رقيقة، نحلوها دائرة على حسب المقلة تاعك، وكل ما نحل نضيف الفرينة. هاي ليك النتيجة اللي تحصلت عليها راكي تشوفي. الآن بعد ما المقلة تاعي تكون سخنت، هذه المقلة سبيسيال للمخبوزات، ماشي اللي ينقلوا عليها البطاطا ولا كيما راكي تشوفي. بعد ما ديرنا هذوك الثقوب الفقاعات نقلبوها من الجهة الأخرى ونبداو نحركو فيها. هاي دارت لنا الثقوب هذوك نقلبوها من الكوتي الآخر ونحرك فيها. النار تكون متوسطة، ما قليلة ما عالية، ونبقاو نقلبو فيها ونحركو باش ما تنحرقناش. وهاي لك النتيجة سيداتي، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ويجا صدقوني جا هايل بنين بزاف واسهل كيما هذا ما كاش. رافقيه مع لي فريت، ديري ساندويتش، طاكوس، فرحي اولادك وافراد عائلتك. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. الى اللقاء.